أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نبئوني عن الله وقدرته وعن الكرسي وعظمته نبئوني عن جبريل ورسالته وعن ميكائيل وقطرته وعن إسرافيل ونفخته وعن ملك الموت وقبضته. بل نبئوني عن نوح وسفينته وعن زكريا وبشارته وعن يحيى وسيادته وعن صالح وناقته وعن يوسف وإخوته وعن موسى وأمانته وعن هارون في فصاحته. بل نبئوني عن رسول الله في طفولته. نبئوني عن رسول الله في دعوته. نبئوني عن رسول الله في رسالته. نبئوني عن رسول الله في هجرته. نبئوني عن رسول الله في زوجته. نبئوني عن رسول الله في صحابته. نبئوني عن رسول الله في أمته. الكل لا يدخل الجنة إلا في شفاعته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أبونا آدم عليه السلام وجد مكتوب على حوائط الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال يا رب محمد هذا من هو؟ فقال يا آدم محمد هذا ولدك الذي لولاه ما خلقت أنت. فقال يا رب بحرمة هذا الولد ارحم هذا الوالد. فقال ربنا جل وعلا يا آدم لو تشفعت في أهل السماوات والأرض بمحمد لشفعناك فيهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، أيها المعزون الكرام، جئت معزيا في رجل من أهل القرآن. جئت معزيا لآل النجار في رجل من أصحاب القرآن. ونحن في هذا السرادق الآن نقدم العزاء، نقول لأنفسنا ونذكر أنفسنا بمصابنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أهل القرآن يا أخوانا، أهل القرآن، أنا عايزك تسمع اللي قاله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل اللي هيقوله النبي عشان لما تلاقي أهل القرآن يحزن عليهم، يحزن على أهل القرآن. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اتقابل مع عبد الله بن مسعود وقال له يا ابن مسعود
فسيدنا عبد الله بن مسعود استغرب يا اخوانا، ده النبي صلى الله عليه وسلم انزل عليه القرآن ونزل سيدنا جبريل كان يعلمه ويدرسه القرآن. سيدنا عبد الله بن مسعود استغرب. سيدنا النبي بيقول له اقرأ علي القرآن، ودي تعليم للأمة، تعليم لنا. لما تسمع للقارئ وهو يقرأ لابد ان تصطنت تتعلم، لان كانوا زمان بيعلمونا. احنا كنا زمان واحنا في المعاهد الازهرية كان بيعلمك ويقول لك القارئ حالب والسامع شارب، ده القرآن. فبقول له ايه؟ اقرأ علي يا ابن مسعود. فسيدنا عبد الله بن مسعود كان متربي في مدرسة الادب، في مدرسة مكتوب على باب المدرسة محمد رسول الله. ما هو متربي في المدرسة دي، اتربى في مدرسة النبي، اتربى في مدرسة الادب، في مدرسة الاخلاق. فيقوم سيدنا عبد الله بن مسعود يقول له يا رسول الله، يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ عليك القرآن والقرآن أنزل عليك أنت؟ فسيدنا النبي عايز يعلمنا كلنا، عايز يعلم الأمة، عايز يعلم الصحابة ويعلم الأمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن مسعود، يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن فإنني أحب أن أسمعه من غيري. أنا بنحب نسمع القرآن من غيري. اخوانا كلنا دخلنا هذا السرادق، نقدم العزاء في رجل من أهل القرآن وانت داخل قلت البقاء لله. تخيل دي، عارف يعني ايه؟ يعني البقاء لله، يعني يا صاحب المال البقاء لله، يا صاحب الجاه البقاء لله، يا صاحب الأولاد البقاء لله، يا صاحب الدنيا كلها البقاء لله. عشان كده هنختم ونقول لك الدنيا مهما طالت هتعيش ياما، هتعيش شوية هتموت، هتطول في عمرك، عمرك يبقى ياما هتموت، عمرك شوية هتموت، لأن هذا أمر الله جل وعلا وحكم الله على خلقه. حكم ربنا عز وجل. لما ربنا عز وجل ينادي يقول كل من عليها فان، حدش قاعد عليها أبدا، حدش قاعد في الدنيا. لو كان حد هيقعد كان أولى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي ونحن بصدد في شهر ميلاده صلى الله عليه وسلم. ما قعدش سيدنا النبي، خير بين الحياة وبين الموت فاختار لقاء ربه جل وعلا، لأنها سنة الأولين وسنة الآخرين، سنة الأولين وسنة الآخرين. عش مهما عشت. سيدنا جبريل، وهنختم ونقول لك سيدنا جبريل قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد عش ما شئت فإنك ميت. هتعيش قد ايه؟ عمرك قد ايه؟ يا محمد عش ما شئت فإنك ميت. هتموت وهتنزل القبر، هتنزل القبر. عش ما شئت فإنك ميت، واحبب ما شئت فإنك مفارقه. هتحب اللي هتحبه في يوم من الأيام هتتفرجه. هتنزل في قبرك وحيدا، هتنزل في قبرك وحيدا فريدا لا جليس ولا أليس.
معكش حد، معكش حد، هتنزل لوحدك. ينادي عليك الملك يقول لك يا ابن آدم من دارك أخرجوك وعلى الأعناق حملوك وفي التراب وضعوك ولو ظلوا معك ما نفعوك ولم يبقى لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. هتنزل لوحدك، كل اللي حواليك مش هينفعك إلا العمل، عملك، صلاتك، صيامك، قرآنك، عملك الصالح، ده اللي هينزل معاك. ابنك مش نازل معاك، مالك مش نازل معاك، ده انت اسأل المغسل. تعرف الوليد الطفل لما بيتولد بينزل من بطن امه قابض يديه، كلنا عندنا عيال، ابنك بينزل من بطن امه قابض اليد. طب انا عايزك تسأل المغسل وقل له ايها المغسل انت غسلت المسلمين ودخلت على الميت لحظة غسله كان ايديه عاملة ازاي؟ يقول لك ايده كانت مفرودة كده، هو مش مقبوض عليها يعني. تعرف ليه؟ عايز يقدم لي ويقدم لك رسالة ويقول لك انا طالع من الدنيا ما معيش اي حاجة، تركت المال كله وتركت أولادي وتركت جاهي وتركت أحسابي وذهبت إلى الله وحيدا فريدا لا جليس ولا أليس. عشان كده سيدنا جبريل قال له يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، يا محمد واحبب ما شئت فإنك مفارقه، يا محمد واعمل ما شئت فإنك مجزي به. خوفا من الإطالة ارفعوا أكف الضراعة إلى الله قائلين اللهم تغمد الفقيد برحمتك، اللهم تغمد الفقيد برحمتك، اللهم تغمد الفقيد برحمتك، اللهم شفع فيه القرآن، اللهم شفع فيه القرآن، اللهم شفع فيه القرآن، اللهم شفع فيه الصيام، اللهم شفع فيه نبيك محمد العدنان صلى الله عليه وسلم. اللهم الهم أهله الصبر والسلوان. قلت لكم ما سمعتموه أفوض أمري إلى الله. شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله.